يعني أنا تونا تحدثنا عن الخبر اللي الأستاذ حمد أو الكابتن حمد الصنيع نفى. يعني الآن في أنا عندي أخبار أو سمعت أخبار تواترت أنه القائمة الفرق في دوري جميل 30، وأن هناك مقترح هلالي لرفع القائمة إلى 34، وأنا سمعت أن هناك توجه لدى اتحاد القدم لرفع القائمة إلى 32. فأعتقد أن الاتحاد السعودي يضع نفسه في حرج هذا الموسم بشكل غريب. إذا فعلا الاتحاد السعودي رفع القائمة، هنا احنا نسأل هل فعلا الهلال تقدم بطلب إلى زيادة القائمة ل 34؟ ولماذا يا اتحاد سعودي أنت ترفع القائمة دون طلب من جميع الأندية؟ عندما يطلب نادي تقوم بالرفع، أنا أبغى إجابة. أنا الآن ما عندي معلومة، يعني أنا أخاف أني أتفاجأ بكرة أجد القائمة وصلت 32 أو 34. فبالتالي مثل هذه الأخبار يجب أن تقطعها أو يقطعها اتحاد القدم في مهدها. طيب نشوف ولا يتركها مفتوحة ما عندك معلومة على مصراعي. ما عندك معلومة. هو يسمع يعني الى الايام والله ما يا سالم والله ما ضيعنا الا سالم. دقيقة تضبط الجلسة، ما عندي وقت، أنا ما عندي وقت للأسف. دقيقة بس، ما هو كل قرار أو توجه نقول الهلال هو السبب. طلعنا بسالفة الحكام، طلعنا باللاعبين الستة، طلعنا بسالفة الحارس، طلعنا انت عبد الكريم الهلال ما شاء الله الفيفا هذا مو بالهلال. أنا أسأل أنا أقول لك شيء، لما أندية تقترح ما هو عيب، يعني ما يضير الهلال إنه يقترح، ولكن لا أنت حسستني توجه. لا يعني كأن فيها خدمة الموضوع. اتحاد القدم، أنا قاعد أسأل اتحاد القدم. هذه حلوة للهلال أبو عبد الله. لا يا كنا بنمشي على حلاوة الأيام الماضية. الهلال السبب في كل شيء. دقيقة يا ليش تزعل الهلال صوت المؤثر؟ ونتجادل كذا، لا ما أتكلم على التأثير، أنا ما أتكلم. أنا بس أقول لك ترى الهلال مو الوحيد اللي بياخذ 32 ولا 34، ترى كل الأندية بتاخذ. بس السؤال هل صحيح أن هذا مقترح هلالي يا اتحاد القدم؟ أنا أتساءل، أنا ما أقول طيب ترى الاتحاد كان مقترح هلالي ولا مقترح؟ مو معقول إنه كل ما يقترح الهلال ينفذ اتحاد رجعنا القدم. للسالفة أنا نفسها. هذا سؤالي. أنا عشان كذا أوضح لك الموضوع. يعني سبحان الله كل قرار يطلع الهلال في خلف قرار الستة لاعبين. القرار 6 لاعبين أنا وردني سالم بما أنك ذكرت الموضوع، أنت تكلمت عن الموضوع، قلت 6 لاعبين سببها الهلال. لا أنا ما قلت الهلال. طيب انتهى وقتي. من نقل لك احنا نعرف مين اقر هذا الموضوع او اقترح هذا الموضوع. هو سمو ولي العهد